السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده يا حبايبي؟ انا بقالي كتير ما صورتش معاكم غدانا. هو الاكل دوت المحشي بايت كان عندنا. دي كبد وقوانص. انا عاملاها بطريقه بسيطه كده مع بصلايه وفص ثوم. شوحتهم معاه، بس عملت القوانص الاول وبعد كده الكبده عشان القوانص تاخد سوا. ما حطيتلاش اي لا زيت ولا دهون عشان كان القوانص فيها دهون. وفي الاخر خالص لما شربت الدهون بتاعتها حطيت لها شويه زيت صغيرين، ومعاها مايونيز كنت عاملاه برضو منزلاه عندكم في القناة. ده اكلنا النهاردة، اكلة بسيطة من بواقي اكل قديمة. بس عاوز اتكلم معاكم شوية اهم من الاكل. اولا يا حبايبي، المشاهدات قليلة جدا، ودي على الكل مش عليا انا بس زادت قوي عندي، يعني زادت لدرجة تزعل. اما يقعد الفيديو 3 4 ايام ما يعديش ال 30 مشاهدة. طبعا دي القناة الصغيرة بتاعتي مش القناة الكبيرة. والقناة الكبيرة نفس الحكاية، يعني لما اجيب في اليومين 120 ولا 110 ولا 100 بالعافية. طب فين الناس المشتركة؟ ما المشكلة في المشتركين. لما يكون عندي 6000 مشترك في القناة الكبيرة ويخش لي مثلا 100 على يومين ولا يومين وشوية. طب اللي مش قد القنوات ما يعملهاش. في ناس بتعمل قنوات وبتبعد، وفي ناس بتبعد وعندها ضمير بتخش تساعد الناس اللي يعرفوهم ويخشوا ويشاهدوا. في ناس كتير قوي بتجيلي، يعني انا عندي ناس ما بيشتغلوش بقالهم سنه وشويه، مغاربه ومصريين كتر خيرهم. بيجولي حتى لو غابوا مره ولا اتنين، لا بس بيجوني. انما الناس اللي عندهم قنوات شغاله وبخش ادور عليهم الاقيهم موجودين وشغالين وفي الاشعار مش بيبانوا عندي ليه ما اعرفش. وفي كتير ناس اجانب كتير، يعني ما شاء الله المشتركين كتار ويروحوا ما يرجعوش، كتار ويروحوا ما يرجعوش. طب وبعدين؟ انا شكلي كده ان انا هعتزل اليوتيوب قريب، لان انا اصلا تعبانه وبتعب في التصوير. يعني انا صورت لكم الاكله دي عشان انا مش قادره اصور وانا بعمل الكبد والقوانص. ف يعني انا عارفه طبعا الناس اللي بيخش له سامعين هيقولوا احنا ما احنا بنخش. لا، انا بتكلم لو حد سامعني من اللي ما بيخشش، ارجوكوا يعني حرام. انا عامله القناه دي علشان خاطر تساعد التانية لما الاقي التانية شغلها قليل. بس يا بيشو معلش بيشو عاوز ياكل لازم يمد ايده، يعني يقول لي انت سايباني ليه؟ فيا حبايبي المشاهدات قليله وانا شكلي كده يعني هبعد خالص عن اليوتيوب. ولا القناه دي ولا القناه دي التانية بقى لها 5 سنين. مش معقول يعني. بيديكوا ايه اليوتيوب بيحسب دلوقتي ال1000 مشاهده بحاجه يعني كام سنت. مش كان زي ما كنا فاكرين دولار وربع زي ما كانوا بيقولوا. لا، ده كاتبها كده عندكم في الاستوديو. فلما كم الشهر كله لو وصلت ال2 دولار ابقى جدعة. فكده مش معقول، حرام. فانا شكلي كده ان انا فعلا هعتزل اليوتيوب، بلاها بقى. انا كنت في الاول عاملاها تسلية وبعد كده قلت لا، مصلحة تنفع، انما مش باين لها مصلحة. فربنا يوفقكم ويوفقني والناس اللي بتسمع. لو حد معدي كده زي الحفلات ما بيسمعوا كده وما بينزلوش يحضروا الحفلات، شاهدوا، خلي عندكم ضمير. ما انتيش فاضي تشتغلي، خش لزمايلك وشوفي مره واثنين وثلاثه، وهي هتعوضيك لما ترجعي تاني. فمعلش انا طولت عليكم. ودي اكلتنا النهارده زي ما قلت لكم، ودي قوانص وكبد عملتها بثوم وبصل ومقطعه عليها فلفل حراق وفلفل رومي. وده محشي بتنجان مصوراه ومنزلاه عندكم، ده بايت بناكله. ده مايونيز انا كنت عاملاه. ودي اكله بسيطه. وشوفوا حتى انا مقدمه الحاجه الكبد والقوانص مقدماها في الطاسه عشان مش قادره احط في طبق ووسخ مواعين، لان انا عندي هشاشه والهشاشه مأثره على جسمي. فيا الله المستعان، وربنا يوفقني ويوفقكم ان شاء الله. وتفضلوا معانا الغدا.